يا صباح الخير، يا صباح الفل. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عايزين مع بعض نعمل الكبسه، ونعمل بالفراخ. هنعمل هنا اول حاجه هنسمي الله ونمسك بصله نبشرها او نضربها في الكبه، وبحط عليها ماده دهنيه وبشوحها زي ما انتم شايفين كده لحد ما لونها بيتغير. آه، طبعا الكبسه من الاكلات اللي كلنا بنحبها قوي قوي، وبتبقى خفيفه وبنحب نعملها. فهنا هي بسيطة جدا جدا وما فيهاش اي حاجة صعبة. طبعا هنا البصل زي ما قلت لكم كده بنبشره وبنشوحه. وببقى عندي الرز غسلاه، بس انا بحب اعملها بالرز البلدي، ما بعملوش بالرز بسمتي. هنا بعد ما البصلة دخلت ان هي بقت تحمر اهيت، كان عندي ورك كبير، خدته خليته وقطعته زي شيش طاووق كده وخدته. وطبعا في دهون كده، فانا بحطها مع البصلة عشان تنزل الدهون اللي فيها. وبشوح زي ما انتوا شايفين كده الفراخ او ممكن لحمة، بشوحها وبحطها مع البصلة تنزل الدهون اللي فيها. وبعد كده بجيب معلقة اللي هي البهارات بتاعة الكبسة. بتجيبي، لو جبتي ب10 جنيه من عند العطار، بتحطيها في برطمان وبتستعمليها، بتقعد معاكي فترة. فهنا باخد معلقة كبيرة حلوة كده وبحطها، وبيبقى معاها قرفة خشب، والليمون اللي هي الليمون اللي بيبقى ناشف دوت. طبعا القرفة بتديها مذاق وطعم حلو وريحة حلوة. هنا بشوحهم كلهم مع بعض، وبعد كده بجيب مية وبحطها عليهم. طبعا المية على حسب مقدار الرز اللي انت بتحطيه، وبتخلي المية تغلي شوية علشان الفراخ تستوي. ما تحطيش عليها الرز وهي لسه ما استوتش، عشان تاخد السوا بتاعها المظبوط لازم بتسيبيها في ميه بتغلي لحد ما بتخش في السوا. بقى هنا عملنا جنبيها، انا معلش مسوتش الجزء دوت. هي هنا فرخه وقطعتها وضربت بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وفصين توم، كل ده ضربته في الخلاط مع معلقه كاري اللي هو بتاع الفراخ، وكل ده لخبطته مع بعضه وتبلت بيه الفراخ وبركنها على جنب. هنا باخد الرز اللي عندي، الكميه اللي انا عايزاها بعملها، باخدها بحطها طبعا بعد ما الميه غليت وبدات ان هي الفراخ تخش في السوا. بروح واخده الرز وبحطه فين في الميه عشان يستوي. هنا زي ما انتم شايفين حطيت الرز، وطبعا الاول تبقى نار عاليه وبعد كده بهدي عليه خالص و... وخلاص كده الرز استوى. وطبعا عندي الفراخ، انا بسيب الفراخ تستوي على البوتاجاز، وبعد كده بنزلها في الفرن عشان بس ما تغيبش معايا. بنزلها زي ما انتم شايفين على البوتاجاز اهي، وبعد كده بنزلها في الفرن بتاخد وش احمر وخلاص كده بكده يكون الاكل بتاعنا خلص. اتمنى الفيديو يكون خفيف وعجبكم، واتمنى ما تنسوش في اللايك والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.